السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني والله، بقالي كتير ما عملتش محتوى. قلت ابدا اول فيديوهات سنة 2026 انا اتعلمت ايه في 2025. حصل لي مواقف كتير حلوه ومواقف وحشه. المواقف الحلوه سيبك منها، المواقف الوحشه انا محتاج ان انا اطلع منها بدروس او عبر عشان تساعدني بعد كده ان انا اعيش احسن. في مواقف جديده عليا حصلت وفي مواقف كانت بتتكرر السنين اللي فاتت. هجيب لك نقط بسيطه كده عن كل موقف اتعلمت منه ايه او انا شايف ايه، وانت ناقشني في التعليقات. في حاجات ممكن اكون فيها غلط او في حاجات عندي انا فيها مشكله، عند حد تاني ممكن تبقى ميزه مثلا. الفكره اللي انا عايز اوصلها لك من الفيديو ده ان انت تشوف انت طلعت من السنه اللي فاتت اللي هي سنه 2025 بايه، طلعت بدروس ايه او ايه اتعلمت ايه يفيدك عشان تكمل صح. يلا بينا علشان احكي لك. اول واهم نقطه اتاكدت منها بما لا يدع مجال للشك، موضوع السوشيال ميديا وادمانك للسوشيال ميديا. وكل ما تكتر تفاعلك على السوشيال ميديا انتاجيتك بتقل، دي ما فيهاش كلام. او على الاقل يا سيدي عندي أنا لما عملت اختبار سنوي كده ما كان بيجي لي من اليوتيوب السنه دي انت عملت فيها ايه، فبقارن سنه بالسنه اللي قبلها. للاسف السنه اللي انا تفاعلت على السوشيال ميديا كتير فيها الانتاجيه نزلت جدا، التوجه بتاع القناه اتغير خالص، الحاجات اللي انا كنت مرتب اعملها في بالي ما عملتهاش، مفيش انتاجيه خالص. مش هقول لك مفيش الانتاجيه اللي انا كان نفسي فيها، لا مفيش انتاجيه اصلا. انا شايف الانتاجيه صفر. ليه بقول لك الانتاجيه صفر مع ان انا بعمل فيديوهات؟ عشان انا كان هدفي اعمل كورسات تعليميه كتير جنب الفيديوهات، التجارب الحياتيه اللي انا متاكد الحمد لله ان هي مهمه، بس انا كان الاهم عندنا اني اعمل محتوى برمجي، كورسات كتير. وده ما حصلش بسبب ان انا تفاعلت كتير على السوشيال ميديا. حل الموضوع ايه؟ ان حضرتك لو مصمم ان انت يبقى ليك تواجد على السوشيال ميديا، اما تهندل الموضوع وتعمله يعني زي ربع ساعه نص ساعه في اليوم بالكتير، ما تتوغلش في العالم ده وتعيش فيه، لان ده انت عارف ده عالم افتراضي. في عالم حقيقي انت عايش فيه محتاج تنتج وتعمل شغلك، او تسلم السوشيال ميديا لحد. واغلب اصحابي اللي اعرفهم المشاهير عاملين كده عشان يطلعوا من الهيدك ده والجدال والحاجات اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا. ده حل قوي جدا، تدي السوشيال ميديا لحد يديرها وانت تبقى موجود باسمك بالنصايح بتاعتك تبعتها له، لكن مش بالضروره تكون موجود وقت النقاش والخناقات والحاجات. فانت كسبت انك وصلت اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت مفيش خناقات او جدال او اي مشاكل او حاجه بتاثر عليك نفسيا تخليك ما تعرفش تنتج. يبقى انت كسبت اللي انت عايزه كله، بتنتج وموجود على السوشيال ميديا. اكتر حاجه اتعلمتها في حياتي ان مش كل تعليق لازم ترد عليه، مش كل حاجه لازم تقول رايك فيها. في بعض الناس مصممه ان هي تقول رايها في كل حاجه، مش بالضروره على فكره. احنا مش رؤساء محكمه الحياه. عادي جدا انك تشوف موقف وتعديه ما تقولش رايك، مش هيجرى حاجه على فكره. وعادي جدا واحد يكتب لك تعليق وما تردش عليه. مش بقول لك تجاهله ولا تبقى ليه الذوق، لا، ممكن بيكتب لك تعليق يا عم بيهزقك، مش بالضروره ترد عليه. دي الحقيقه اللي انا قعدت سنين عشان افهمها. مش كل تعليق لازم ترد عليه. ما تتعاملش مع تعليقات السوشيال ميديا او في الحياه. انا بقول لك اتعلمت من 2025 مش في السوشيال ميديا بس، انه انت بتتعامل مع التعليق كانه تيكت في السبورت. يعني انت شغال تكنيكال سبورت وجاي لك تيكتس، واحد فتح تيكت فيها مشكله، دي لازم ترد عليها عشان هو عنده مشكله وانت الموظف المسؤول عن حل المشكله دي. انما التعليقات مش تذاكر دعم فني، مش بالضروره ترد عليها. وزي ما مش كل تعليق لازم ترد عليه، مش كل نقد هتقابله في حياتك نقد بناء. لا، في نوع من الناس النقد بتاعهم موجود عشان يوقعك، قاصد 100% يوقعك. طيب انا اعمل ايه ساعتها؟ اتعامل مع النقد في كل الحالات واحد، شوفه مفيد. سواء صاحبه عايز يدمرك او عايز مصلحتك، انت شوف النقد مفيد ولا لا. مفيد وطلعت منه بمعلومه، شكرا يا سيدي اعملها، سلام عليكم. مش بتحب النقد والحاجات دي بتوقعك، يبقى ابعد عنها تماما. زيها زي ان انت مش لازم تقول رايك في اي حاجه. انا بكره النقد مثلا يعني خلاص ما تبصش على التعليقات، لان هتلاقي يعني كتير جدا منها حد بينتقد. طب انا ما بحبش كده، ما تبصش خلاص. فانت لازم تحدد انت فين، بتحب الحاجات دي ولا لا، الحاجات دي بتطورك ولا بتأذيك، عشان بناء عليها تاخد الاكشن المناسبه علشان حضرتك تعرف تكمل وتنتج وتخلص شغل وتعمل حاجه محترمه. ثالث حاجه هي عكس مبدأ البرفكشنزم اللي انا عمال بحاربه بقالي سنين، انا واحمد ابو زيد والناس الجميله دي كلها. مش دايما الحاجات الكتير اللي انت بتعملها معناها ان انت ماشي صح. اوقات كتير قوي ممكن نقلل الكثره دي او نقلل الحاجات الكتير اللي بنعملها ونركز على الجوده. شوف ده عكس البرفكشنزم اللي هو الناس اللي بتمسك في حاجه واحده عايزه تعملها بافضل ما يكون عشان يوصلوا للكمال، في الاخر ما بيعملوهاش اصلا وكمال بيبلغ عنهم. لكن انا هنا بقول لك عكس الكلام ده، ان اوقات كتير قوي انت بتجري عشان تعمل حاجات كتير جدا. وانا عملت كده فتره واكتشفت ان دي مش اهم حاجه. اكتشفت انك ممكن تستنى وتعمل حاجه جوده عاليه، هي دي اللي بتقعد. يعني مثلا على السوشيال ميديا مش لازم انشر كل يوم حاجات
تلاقي نفسك عمال تنشر في اي بتنجان عشان انا لازم انشر كل يوم. بالعكس ممكن تلاقي نفسك بتركز على حاجه واحده وتنشرها كل يوم مره او كل يومين 3 مره، بدل ما انت كنت بتنشر 10 15 بوست في اليوم. تلاقي الحاجه دي سمعت من كتر ما انت تعبت فيها، وحاجه بجد قيمه وفيها معلومات مهمه جدا. انا بديك مثال في السوشيال ميديا، بس انت ممكن تطبقه في الحياه عموما في شغلك. يعني طبق نفس المبدأ ده في شغلك. مش دايما الحاجات الكتير هي اللي بتسمع او الحاجات الكتير اللي بتخلي الناس تقول ده موجود اهو قدامنا. ممكن واحد يعمل حاجه واحده بس قويه جدا اسمه يفضل مسمع لايام وسنين قدام. اتعلمت ان الراحه النفسيه مش مكافاه بعد الشغل. اتعلمت الفكره دي بعد سنين معاناه. الراحه النفسيه جزء من الشغل، جزء مقدس لا تتخلى عنه. اوعى تتخلى عنه. بص قلتها لك باللغه العربيه الفصحى، تعرف ان هي جمله مهمه. يعني اوعى تتخلى عن الراحه النفسيه في الشغل. يعني بدل ما تحارب عشان تزود مرتبك او تحارب عشان اي حاجه في الشغل، حارب عشان تبقى مرتاح نفسيا في شغلك. هتقول لي انا مش مرتاح نفسيا في شغلي، وانت حكيت قصص كتير جدا عن ناس يعني عاشت معاناه فظيعه، كانوا بيتعذبوا تقريبا في الشغل او يعني بيعاملوهم معامله العبيد. هقول لك موجود وهيفضل موجود ليوم الدين. فعشان كده بنصحك بقول لك حارب عشان تبقى مرتاح نفسيا. لو انت بقيت مرتاح نفسيا والراحه النفسيه بقت جزء من الشغل، هتلاقي نفسك كل حاجه تاني بتتصلح باذن الله. يعني يبقى تعرف ان الراحه النفسيه جزء من الشغل مش مكافاه بعد الشغل. ولو ارتحت نفسيا هتطلع مردود محترم جدا باذن الله مهما كان طبيعه شغلك. الحاجه اللي لاحظت ان هي استنزفت طاقتي جدا جدا، ولاحظت ان هي دمرت وقتي، موضوع التبرير. اكتشفت برضو بعد سنين ان مش كل حاجه لازم تبررها. مش كل شويه تعمل حاجه تروح تبرر للناس انت بتعملها ليه. انت بقيت مطالب تدافع عن نفسك اليوم كله. انا عملت دي عشان كذا. هتوصل لمرحله ان انت بعد كده لو طلبت معلقه سكر واحده في كوبايه الشاي والناس اللي حواليك قاعدين في كافتيريا، هتقول لهم على فكره يا جماعه انا حطيت معلقه سكر عشان 1 2 3 4. هتتحول حياتك كده لشخص مبرر بيبرر كل حاجه بيعملها. احب اقول لك يعني مش ما تبقاش يمين قوي ولا شمال قوي. يعني بقول لكش ما تبررش فتلغي التبرير من حياتك، لا، في بعض التبريرات بتوضح حاجات ما توقعش اللي قدامك او ما توقعش مع حد في سوء تفاهم. دي اعملها مفيش مانع، لكن ما تتحولش لآلة تبرير. ما تتحولش لان انت اليوم كله قاعد بتبرر بس اللي انت بتعمله. لا، انا مش قاعد بتحاكم، انا قاعد زي كل انسان بتعلم وبغلط وبتعلم من غلطاتي وبكمل وبغلط تاني وبتعلم من غلطاتي تاني. فمش مطالب اني اكون 24 ساعة عمال ببرر للناس اللي انا بعمله. ده مش صح، ودي حياة صعبة. وهتتحول بعد كده لواحد اي تصرف بيعمله حتى لو ما حد سأله عمله ليه، هتلاقيه من نفسه يا جماعة انا عملت كده علشان 1 2 3. ان انت اتحولت. اتعلمت حاجة يعني تقريبا كلنا عارفينها، بس لما بتجيلك في درس قاسي شوية فبتثبت في دماغك. الاتجاه اهم بكتير من السرعة. في ناس كتير بتجري في اتجاهات غلط. بيجري خد اتعلم دي فيفضل يتعلم، هو مش عارف بيتعلم ليه، فيجري فعلا انجز بس اتجاه غلط. ده مش اتجاهه. يروح في الاخر يلبس في الحيطة ويرجع ياخد نصايح حد تاني ويبدأ يعيد من الاول. فشوف هو جري اهو بس جري في اتجاه غلط. زي واحد خد طريق عشان يسبقك منه وهو اسرع منك بكتير، بس بعد عن السباق اللي انت فيه اصلا، راح من طريق تاني خالص بعيد عن السباق. هو بيجري اسرع منك، هو مشي اسرع منك او جري اكتر منك، جري اكتر منك، بس هو في طريق تاني. انت اللي هتكسب. اتعلمت كمان انه الاستمرارية هي الكلمة السحرية اهم من الحماس. في تحدي عملته لنفسي ان شاء الله هعمله في سنة 2026 وانا متحمس ليه جدا، بس انا عارف فكرة الحماس اللي بيجيلك في الاول ده بيخليك تجري تعمل الحاجة وبعد كده بتقع. على فكرة ممكن تقع بدون اسباب، يعني من غير ما يجي قدامك مثلا مطب شنكل فيه تقع، لا، انت ممكن تقع وكل حاجة ماشية تمام، لانه الحماس الزايد مؤذي. الاستمرارية اهم من الحماس. عايز اقول لكم التحدي لما بدأته في حاجات المفروض اعملها كل يوم ما عملتهاش، عملتها بعد حوالي اسبوع. انا بادئ التحدي من شهر 10 اللي فات ومد لنفسي ان شاء الله اني في اخر سنة 2026 لو ربنا اداني عمر اخلصه. طيب هتقول لي من اول يوم طبعا انت رحت مدي بقى الطاقة اللي هي وعملت جزء كبير من التحدي ده. لا، قعدت اسبوعين ويمكن اكتر علشان ابدا ان انا اعمل التحدي، الحاجات الروتينيه اليوميه. وعملت يوم والتاني لا، وبعدين فوتت يومين وبعدين كملت، بعدين فوتت 3 ايام وكملت. ماشي بطريقه ان انا مستمر باذن الله مش هقع. طيب هل اللي انت بتعمله ده هو افضل اداء؟ لا، مش افضل اداء. المفروض كل يوم عندي مثلا تمرين رياضي عايز اعمله كل يوم لازم اعمله، ما عملتوش كل يوم، بس انا مستمر مش هبطل لحد ما اجي يبقى ده الباترن الطبيعي او يومي الطبيعي او اللايف ستايل بتاعي الطبيعي. ان شاء الله هيبقى كل يوم هعمل ده. تمام. مثلا قررت ان انا مش هشرب مشروبات غازيه تاني لو قتلوني، وكنت في مأكولات كده وانا باكلها بستمتع جدا بالمشروبات الغازيه جنبها. عملت اختبار لنفسي وخلاص فعلا بقيت اروح مطعم مع اصحابي والاكله دي ما تنفعش معاها الا لازم
تشرب حاجه معاها بقيت اجيب ميه واشرب ومستمتع جدا. فخدت الموضوع ده انه بلا رجعه ان شاء الله. ففي نقط اهي انا مستمر فيها وان شاء الله مستحيل ارجع لها لو ربنا اداني عمر. فالحماس الزايد بقى اللي انا عارف نفسي ممكن انت تكون غيري، الحماس الزايد بتاع ان انت تعمل كل حاجه وان شوت من اول كده السنه، كل حاجه تقطعها، اوعدك ان بعد كده هتلاقي نفسك بتقع واحده واحده وترجع، زي ما بيقولوا ايزي كام ايزي جو يعني. فلكن لما انت بتخليها عاده وتبدا بس العاده دي كل يوم تكبر، مش بسهوله اقضي عليها وارجع في كلامي، هتلاقيها مشيت معاك. جايز الاسلوب ده غلط، انا ما بعلمكش دلوقتي، انا بحكي لك تجربتي واللي نفع معايا، هي دي الفكره. فانا عندي الاستمراريه اهم بكتير من الحماس. الاستمراريه دي الكلمه السحريه اللي ممكن تخليك كل يوم تعمل حاجه دقيقه واحده بس. وفي حد بدا يذاكر مثلا 24 ساعه في اليوم وبينام بعدها 4 ساعات ويصحى 24 ساعه تاني يذاكر، وانت بتذاكر ربع ساعه في اليوم بس. تخيل، هو ممكن يقع وانت لو استمريت على الربع ساعه دي لا يمكن انك تقطعها من حياتك، ممكن توصل تبقى اعلى منه. هتقول لي طب ما هو هيقعد 24 ساعه بقيه حياته. لا، هيقع لانه بدا بحماس شديد جدا، وحماس البدايات معروف. اكتب في جوجل فخ حماس البدايات، شوف هيطلع لك ايه. في حاجات لو بداتها بقوه كده بتقع، في حاجات لو بداتها كده ايه اللي هو يعني وسط كده، خلي الدنيا ايه لطيفه، مش هدوس على نفسي، بتكمل. وممكن بعد كده تعلي شويه او تنزل سنه، بس ما زلت ايه في الافريج، بعكس اما تبدا كده عملاق مره واحده بتقع بعد كده. طيب هيجي حد يقول لي انا اعرف واحد او انا نفسي لما ببدا عملاق كده بكمل. يبقى انت برنس، ربنا يبارك لك، اتمنى اكون زيك، انا بحسدك، اتمنى اكون زيك. الناس اللي بتبدا بحماسه قويه جدا ويكملوا، دي حاجه عظيمه، اشكر نفسك عليها واحمد ربنا بعد ما تحمد ربنا. فتمام، بالنسبه لي انا اتعلمت الاستمراريه اهم من الحماسه، خصوصا حماس البدايات. يعني الخلاصه ابطأ عادي، بس اقف لا، تبطأ اللي انت بتعمله ماشي، بس تقف تماما لا، هي دي الاستمراريه. اتعلمت يا سيدي ان مش كل فرصه تتاخد، في فرص تبان حلوه قوي وبعد فتره تكتشف انها استنفذت طاقتك ووقتك وضيعتها. انا حصل معايا مواقف، سافرت بره مصر السنه اللي فاتت دي في شغلانه وقعدت فيها حوالي 9 شهور، ممكن اعمل عنها فيديو مع انه هيكون مؤذي ليا ولبعض الناس لو شافته، يعني بعض الناس اللي كانت في الشغل يعني، وانا ما بحبش ادخل في الحته دي، بس انا هحاول ادي لك الخلاصه. يعني الفرصه لما تشوفها عظيمه جدا، تبان حلوه قوي، بس اول ما تدخل في الفرصه تعرف ان انت وقعت في الفخ. عارف لما اكون شغال في شركه، ده مش المثال بتاعي بس المثال حصل قدامي من واحد صديقي اعرفه. عارف لما تكون شغال في شركه وبتعمل شغلك والدنيا حلوه ومضغوط الى حد ما، وفجاه يجي المدير او الشخص المسؤول عنك في الشركه يقول لك احنا هنعينك مدير قسم البتنجان والفراوله ومش عارف ايه. طيب الله، دي فرصه عظيمه، فانت تشوف الفرصه ايه ده، مدير بعد ما كنت موظف. فانت بتشوف الفرصه جميله وشكلها حلو، انا بقيت مدير، وتروح تقول لمراتك ووالدتك ووالدك وعيالك انا بقيت مدير. بعد ما تدخل في الموضوع تكتشف ان تم استنزافك. الوظيفه اللي انت كنت شايف شكلها حلو او الفرصه العظيمه اللي انت كنت شايف شكلها حلو دي اذتك. اولا انت ما كسبتش فلوس زياده، بالعكس ده انت المسؤوليات زادت عليك، الريسبونسبيلتيز بتاعت الوظيفه زادت عليك. عايز اقول لك انك بقى عليك ضغط اكتر، مفيش مردود قدام الضغط ده، فانت مش بتعرف الكلام ده غير لما تدخل تتزحلق في الفخ بتاع الفرصه دي. فانا بقولكش اي فرصه تجيلك ارفضها، اكيد مفيش حد هيقول العبط ده. انا بقولك ان لما يجيلك فرصه لازم تبقى فاهم او حاطط احتمال ان مش كل فرصه شكلها حلو وتتاخد. دي فرص انت محتاج تجارب عشان تعرف هي هتاذيك ولا بجد هتفيد، وده انا اتعلمته عملي في شغل 8 شهور. اتعلمت ان الشغل مع الناس الصح بيفرق معاك كتير جدا، والشغل مع الناس الغلط بيضيع عمرك. تقول لي ايه يا عم الكلام بتاع كتاب القراءه بتاع 5 ابتدائي؟ طب ما احنا عارفين حاجه زي كده. هقول لك صح، بس الخبره والاعجاز بجد في انك تعرف مين هم الناس الصح ومين هم الناس الغلط، وتعرف تقيم اللي انت شغال معاهم دول ناس صح ولا غلط. هي دي الخبره، هي مش بالكلام. ممكن يطلع لك الممثل اللي بيقول لك اعمل الصح، هتقول لي ايه الهبل ده؟ ما انا عارف ان المفروض اعمل الصح، بس خبرتك في الحياه اللي بتتعلم منها ازاي تعمل الصح. ما هو انت عارف ان الطبيعي نعمل الصح، لا يصح الا الصحيح، بس ايه هو الصحيح انت ممكن ما تكونش عارف. ممكن ما تكونش عارف في الشركه او المكان اللي انت شغال فيه ده انت شغال مع ناس صح ولا لا. هي النقطه دي الاهم، هو ده مربط الفرس. الناس اللي انا معاهم دول بيزودوا لي ولا لا؟ في بعض الناس اهم حاجه عندها المرتب، احنا عايشين بنشتغل عشان الفلوس، انا قبلك منطقي، بس انت ليه مش واخد بالك ان لو اشتغلت مع ناس صح هتزود في خبرتك وفي الفلوس اللي بتجيلك وفي راحتك النفسيه؟ هتقول لي طب انا اعرف منين؟ هي بقى دي النقطه، ان انا اتعلمت ادور اشتغل مع الناس الصح مش مع الناس الغلط، لان حتى لو انا شاطر هضيع. اتعلمت ان التعلق بالارقام والاحصائيات اوقات كتير جدا بيكون شيء مؤذي ومرهق نفسيا جدا. يعني ايه الكلام ده؟ في واحد اعرفه زمان كان عنده قناه يوتيوب بيعلم برمجه، وجه في مره يعني سالني على حاجه كده حصلت في
الادسنس، وبعدين رديت عليه فاكتشفت لما بقول له انت ليه مركز يعني على الحوار ده، اكتشفت ان هو قاعد على الادسنس عمال يعمل ريفريش كل شويه كده، يرجع يشوف هو كسب كام الفيديوهات، المشاهدات عامله ازاي، ومتابع يعني حرفيا يعني قاعد عامل مونيتور على المحتوى بتاعه. بعد فتره اكتشفت ان هو وقف محتوى، معرفش ايه السبب، بس ممكن يكون ده سبب، لان ده حصل معايا لما كنت بعمل فيديو وافضل مركز معاه اشوفه راح فين وجه منين، جاب مشاهدات ازاي. هتقولي على فكره كل الناس تعمل كده، هقول لك لا، في فرق بين ان انت تنتج وتعمل محتوى مثلا عادي، او تعمل المطلوب منك في حياتك وتقيس في الاخر ايه اللي بيحصل. يعني ممكن انا كل اسبوع او كل شهر ابص على المشاهدات، ابص على مثلا اللي انا عملته قد ايه، عملت كام فيديو مثلا، عملت كام شورت فيديو، ده اسمه التحليل اللي انا بقيس منه في الاخر ايه اللي بيحصل عشان اشوف انا بتقدم ولا بتاخر. لكن تخيل لو انت كل يوم قاعد متعلق بالارقام والاحصاءات دي، اوقات كتير جدا مش بتكمل في حاجه مثلا بتضايقك، جالك مثلا مردود غير اللي انت متوقعه، مش بتكمل. بعكس لو انت قعدت وسبت القصه دي على جنب وقدمت محتواك او عملت المطلوب منك، وتبدا وقت التحليل بقى في الاخر تعمل ده، ساعتها هتلاقي الدنيا احلى بكتير ومش بتركز مع اللي بيحصل. هديك مثال قريب شويه من الحته دي. الناس اللي هي بتعمل ايفنتات، بتقف كسبيكر تتكلم على المسرح، اوقات كنت بشوفهم يعني متوترين جدا وعايز اقول لك بيتلخبطوا ساعات. فسالت واحد منهم مره، واحد مخضرم في الموضوع ده، قال لي لما تيجي تقف على المسرح تكلم حد ما تبصش على الجماهير. قول له ايه ده يعني ايه ما تبصش؟ قال لي لو بصيت لواحد بس ولقيته بيتاوب هتتلخبط، لانك هتحط في بالك ان انت كلامك ممل وهو بيتاوب. تمام؟ طبعا انا حاسس في واحد بيتاوب دلوقتي وانا هي نفس الفكره كده، بس الفرق ان انا دلوقتي قدام الكاميرا مش على المسرح. طب هو بيتوب ليه؟ هو ممكن عايز ينام، مش شرط انت المشكله. فممكن الحته دي توقعك، ممكن تبص على واحد تلاقيه مش باصص لك، باصص في الموبايل بيضحك مع صاحبه، دي مش مشكلتك. انت ممكن تكون بتقول كلام زي الفل مثلا، بس هو سمعه قبل كده، مش شرط يا سيدي يبقى هو وحش ولا انت وحش. انت فاهم؟ راح معاك 100 ايفنت وسمع الكلام ده كتير، في اسباب كتير جدا. اللي عايز اوصله لك انه انت ركزت مع حاجه جايز توقعك. هنا خلينا بقى نطبق المثال ده على اللي انا قلته لك من شويه. ممكن في وقت ما عملت فيديو بس كان في مشكله في الريتش فعلا، مش من الفيديو، فحضرتك تتاثر وتفتكر ان الفيديو وحش فما تكملش، يعني ما كانش ده السبب. وكان الحل البسيط انك تكمل وبعد كده تحلل اللي حصل، تبدا بقى تشوف اسبابه ايه، تكتشف ان في واحد تاني كان عنده مشكله في الريتش برضه، يعني العيب مش منك فهتكمل. هي دي الفكره، ان اوقات كتير قوي بلاش تركز مع الاحصائيات والارقام، عشان اللي بيتعلق بيها ويمشي معاها على طول ساعات بجد بيقع. اتعلمت ان انا اقول لا من زمان، انا بحاول اعمل الموضوع ده وعملت عنه فيديو كامل في القناه اسمه اتعلم تقول لا، ورشحت لك كتب في الفيديو ده. طب انت ليه جبت النقطه دي هنا؟ لان انا بدات اطبقها وبدات الاقيها بتفرق، بتصلح من اللي قدامي قبل ما تفيدني. بلاقي اللي قدامي بدا يتحرك، بدا يعمل الحاجه اللي كان المفروض يعملها. لا مش قله ذوق، لا بتحافظ على وقتك وبتحافظ على ان اللي قدامك يعمل المطلوب منه فعلا. اوقات كتير بيبقى قدامنا حاجات اللي قدامك لو انت عملتها بداله بتاذيه، واوقات بنلاقي ناس محتاجين نساعدهم فعلا، فما ينفعش اقول لا ساعتها. بس فكر كده في حياتك كم موقف كان ينفع تقول فيه لا، وكان اللا دي هتصلح كل حاجه. اللا دي مش هتخليك تيجي على نفسك واهل بيتك وتسيب شغلك الاساسي وتعمل شغل حد تاني. اذيت نفسك واذيته. اتفرج على الفيديو، هحاول اسيبه لك في وصف الفيديو برده، هيعجبك جدا باذن الله. نقطه مهمه جدا اتعلمتها وبكتب بوستات كتير جدا عنها، مش كل اللي بيتابعك بيحبك. في ناس بتتابع ناس عشان تطلع لها اخطائها وتحفل عليها، عادي جدا. طب انا ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده عشان تكمل طريقك زي ما انت، لان المتابعين مش مقياس ان هم ناس بتحبك. عارف الناس اللي بتعمل محتوى شتيمه ويقعدوا يستفزوا الناس، ده عندهم متابعين قد ايه؟ دول بالملايين. طب دول بيحبوه؟ لا، دول قاعدين له عشان يعملوا منه محتوى. الناس اللي بترد على الهجاصين متابعينهم ولا لا؟ تقول لي لا، اقول لك لا، متابعينهم عشان ياخدوا محتواهم يعملوا عليه محتوى. هتابع؟ طب انا هجيب محتواك ازاي من غير ما اتابعك؟ انت فاهم؟ عايز اقول لك ليه يعني النقطه دي مهمه ليه، عشان تعرف انت لما بتقدم حاجه حاول تقدم حاجه حلوه بغض النظر عن اللي متابعك ده بيحبك او بيكرهك. لكن في الاغلب، ومش هقول دي جدعنه من عندي، معظم يعني المتابعين عند اي حد بيكونوا ناس بتحبه فعلا، بس اقصد ان في فئه بيبقوا متابعين الشخص مش عشان بيحبوه. خلينا بس متفقين على النقطه دي. على النقيض تماما بقى، مش كل اللي بينتقدك بيكرهك، وبرضه اتكلمت عن النقطه دي في فيديوهات كتير جدا، وذكرت كتاب الذكاء العاطفي. لو قريت يعني الكتاب ده هتتعلم حاجات كتير جدا، وهتعرف ان في كتير من الناس بتنتقدك، الموضوع ملوش يعني علاقه بالشخصنه ولا هو اصلا يعرفه. فبرضه حاول تتعامل مع كل اللي بينتقدوك، مش شرط يكونوا بيكرهوك. في ناس بتنتقدك فعلا من باب الانتقاد، بتنتقدك من باب ان هو يحسن يعني، بس
فاتعامل مع ان مش كل اللي متابعك بيحبك ومش كل اللي بينتقدك بيكرهك، بس تلاقي الدنيا بجد بقت حلوه يعني. وانا اتعلمت ده الحمد لله السنه اللي فاتت وجربته عملي. اهم حاجه ما تخليش الاتنين يتحكموا فيك، ولا ده ولا ده. في كتير جدا هتلاقي متابعين بيحبوك ويحترموك، وهتلاقي بعض المتابعين مش بيحبوك، متابعك بس مش بيحبك. في ناس كتير بتنتقدك، في كتير منهم عايز مصلحتك، وفي بعض الناس ممكن يكونوا بيكرهوك برضه عادي. اهم حاجه في الموضوع ولا ده ولا ده يتحكم فيك. ما تخليش حاجه تتحكم فيك عموما، وحاول ما تخليش حاجه تاثر على الشغل اللي انت بتعمله. بتقدم محتوى، شغال في شركه، بتعمل مشروعك الخاص، ما تخليش اي نوع من الانواع دي سواء بيحبك او بيكرهك ياثر عليك. وانا حاولت اعمل ده وتقريبا جاب نتيجه معايا. اتعلمت ان التعب والمجهود اللي هتعمله من غير رؤيه واضحه ده عباره عن استنزاف لطاقتك ووقتك ومجهود. في ناس تسمع كلمه رؤيه ولا فيجن يقول لك ايه يا عم انت فاكرنا شركه كبيره مش الشركات اللي بتخطط استراتيجيات لمؤسسات لا لا لا، مش الكلام المجعلص ده كله. كلمه رؤيه يعني يكون ليك توجه وعارف انت بتتعلم ليه. على الاقل قابلت ناس بتتعلم كورسات مش عارفه بتتعلمها ليه. قابلت واحد شغال في اي حاجه بتقابله وهو مش في دماغه بكره هيحصل ايه، مش بعد سنه ولا كام سنه. في ناس بتخطط خطه لبعد 5-6 سنين قدام. اي نعم الاي اي نفخ الخطط دي كلها وبقت كل حاجه بتتغير في ايام، بس عنده رؤيه عايز حاجه يعملها. في بعض الناس لا انا عم زي ما تيجي مطرح مش عارف ايه دق لها زي ما بيقولوا، لكن ما عندوش فكره الرؤيه دي اصلا، وما عندوش فكره انا بعمل ده ليه. في ناس زي ما قلت لك بيدخلوا يتعلموا كورسات عشان حد قال لهم اتعلم ده. في ناس بتستنى حد يخطط مستقبله، دول في الغالب بيضيعوا. لازم يبقى عندك رؤيه مهما كانت تافهه. رؤيه عايز اتعلم كورس كذا عشان في بالي اشتغل في وظيفه كذا. بص سهله جدا. عايز اعمل 1 2 3 عشان في بالي هدف اللي هو كذا. هنا دي اسمها الرؤيه. عندك رؤيه فالتعب مش هيروح هدر. بتتعب عشان عارف انك رايح في حته. خلي بالك ممكن تيجي عند بعد التعب ده ما تروحش للهدف ده او تكون غلط. بتحصل مع ناس كتير جدا وبتخبط في الحيطه وبيرجعوا، بس على الاقل انت خططت، عرفت في هدف عايز اروح له، اكتشفت ان في عقبات في الطريق والدنيا خربانه والمجال طفحه في الطريق، بس انت عندك طريق، عندك حته عايز تروحها. في بقى حد تاني خالص ما عندوش الكلام. فانا اتعلمت قبل ما اعمل اي حاجه اخطط لها، يبقى عندي رؤيه ليها. يعني مش لازم اشمر ايدي ورجلي وانزل الارض على طول، لا انا محتاج ان انا افكر انا بعمل ده ليه. لما فكرت لقيت الحاجات بجد بقت واضحه وحسيت ان انا فعلا هعمل حاجه. في حاجات خططت لها ولقيتها مش هتنفع. عرفت مش هتنفع ليه؟ بعد ما انا خططت وحطيت الرؤيه بتاعتي اكتشفت من الناس الاعلى مني ان هي مش هتتم. تخيل بقى لو انا ما خططتش كنت هدخل في الحاجه البس في الحيطه اعيش تجربه فاشله وبعدين ارجع اعيد من الاول. مع ان انا لو كان عندي خطوط واضحه ورؤيه واضحه واكلم الناس اللي بتفهم في الحته دي مثلا كنت هوصل لنتيجه قبل ما اعمل اي حاجه. حابب اقول لك حط رؤيه للي انت بتعمله. انا بذاكر 1 2 3 عشان في هدف او مثلا حته معينه او شركه معينه انا هشتغل فيها. في شركه بتشتغل بتقنيات معينه، انا يا عمي هتعلم اي حاجه وان شاء الله بقدم. مع ان انا عندي طريقه ان اروح اشوف الشركه دي بتشتغل بتقنيات ايه، فانا كده بقى عندي رؤيه واضحه انا عايز اعمل ايه. فبروح ادور على التقنيات دي اتعلمها وبعد كده الاقي نفسي ان شاء الله جاهز لان انا اقدم في الشركه. نقطه كتير جدا بشوفها تقريبا يوميا، فكره انك تراجع نفسك دي مش غلطه ولا انك بتقلل من نفسك ولا فيها اي اهانه والله، لكن الاهانه بجد والاذى بجد انك تكون عارف انك غلطان وتكمل. انا اعرف ناس معرفه شخصيه عملوا في مره محتوى والناس كلها اتقلبت عليهم وبهدلوهم حرفيا واتعمل منهم قصص كوميكس عليه. طيب عملوا ايه بعد كده؟ سابوا المحتوى زي ما عملوش فيه حاجه. يا جماعه انا كان في بوستات بحذفها بعد 3 تعليق او تاني تعليق، ممكن اللي هو نزلت البوست بعد شويه حد كده خلي بالك فيه كذا 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 اروح حازف البوست. محدش شافها اصلا غير الاثنين اللي ردوا. ليه؟ قعدت اراجع نفسي شويه، تصدق هو بيتكلم صح، يعني ممكن حد يفكر في كذا وكذا وكذا، واقعد اراجع نفسي. الاول ما كنتش بعمل كده، الاول كنت ساعات بعاند. وانا هضحك عليك واعمل لك الانسان المثالي اللي ما بيغلطش؟ لا كنت بعاند. يعني انتوا كلكم عليا، طب والله لا انا سايبها. كتير جدا بيعملوا كده. اكتشفت في النهايه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي خناقات، الناس مش تحترمك. ده في الحياه عموما، انا ما بتكلمش على السوشيال ميديا، انا بكلمك هنا في مبادئ حياتيه مش بوست على السوشيال ميديا. اللي هو انت قلت راي وجي ناس في الشركه عندك قالوا لا الراي ده غلط، يعني انتوا كلكم يعني عليا، طب والله ما انا مغير رايي. ده عند، لا انا هرجع اراجع نفسي. وتروح تقول لهم يا جماعه انا رجعت نفسي لقيتكم صح. والله ما في حد يقدر يحفل عليك وكلهم هيحترموك ويحبوك لانك اعترف. فالموضوع ما فيهوش اي اهانه خالص لما تراجع نفسك. اتعلمت ان مش كل خساره اسمها خساره. يعني انا خسرت شخص في حياتي
شوف انت بتقول خسرت، انت شايف ان انت خسرت شخص في حياتك، بعدها تكتشف ان المكان اللي انت خسرت الشخص وفضيته ده اتحط فيه حد افضل منه بكتير جدا وغير لك حياتك وخلاك تعرف قد ايه انت كنت غلط. فساعات الخساره لما بنشوفها قدامنا بنقول عليها خساره وبنتعب وبنزعل جدا لحد ما نكتشف ان احنا كنا بنستأصل حاجه كانت مبوظه حياتنا. فما تبصش لكلمه خساره من النظره الاولى ان هي دايما خساره، لا، ساعات بعد كده بيبان لك ان دي مش خساره. في اوقات كتير جدا في ناس خسارتها بيسموها بعديها ايه؟ مكسب. ما تترددش تشيل حد من حياتك بيأذيك، ما يصعبش عليك حد، لان انت اللي هتتأذي بعد كده وهتلاقي نفسك صعبان عليك نفسك بس بعد فوات الاوان. في ناس وجودهم بيأذيك وبيأذي نفسهم على فكره، فانت بتصلح المشكله بانك تحط النقط على الحروف. انت بره من حياتي، انت استفدت خلاص، انا بضايقك يا عم ابعد عني، وانت بتضايقني شكرا سلام عليكم. زي البلوك. مره واحد عملت له بلوك على الفيسبوك وجي كلمني على الواتساب بيقول لي انت عملت لي بلوك ليه؟ قلت له ثانيه واحده، انت بتكلمني فين دلوقتي؟ قال لي على الواتساب. قلت له طب انا ليه ما عملتلكش بلوك على الواتساب؟ قال لي ما انا مش فاهم. قلت له انا عملت لك بلوك على الفيسبوك علشان ايه ده؟ عملت لك بلوك على الفيسبوك؟ ايه حكم والله. كلام ماشي مع بعضه يعني، اللي هو بيسموه نفس القافيه ده. انا لما عملت لك بلوك حطيت فاصل بينا علشان في حاجات انت بتعملها بتضايقني مش عايز اشوفها، انت فاهم الفكره؟ فانا مش بكرهك ولا عايز اذيك، انا حطيت حاجز بينا. بالمناسبه بلوك معناها حاجز بينك وبين الشخص، مش معناها انا بكرهك وعايز اموتك فهديك بلوك، لا، مش عايز اشوف اللي انت بتنزله فعملت حاجز بينا. هي دي بالظبط نفس الفكره. على الواتساب انت مش بتعمل ده، مفيش السوشيال ميديا او مكان عمال تشير فيه وتقول ارائك فيه وانا عمال وراك بشوفك بتكتب عند حد. اخرك تبعت لي رساله وابعت لك، ولو لقيت اللي حصل في الفيسبوك حصل هنا اعمل لك بلوك برضه. عشان كده سبتك هنا. ولما شرحت له يعني قال لي والله انا بحترمك يعني، بس انا كنت فاهم البلوك غلط. قلت له لا، بلوك مش معناه ان انا بكرهه. فهي بالظبط دي الفكره. اخر حاجه سبتها لك وهي اللي بنتكلم عنها كتير جدا عشان نعرف نكمل ونعيش وما نتعبش نفسيا. الاستقرار النفسي شيء مقدس، ده مش رفاهيه. ما تقوليش يعني انا والله دي حاجه كده على جنب، لا يعني ممكن اجيبها وممكن لا. دور على الاستقرار النفسي دايما. دور ايه الحاجه اللي هتخليك مستقر نفسيا في شغلك. ده اللي انا عملته، ده اللي انا قعدت مع نفسي وعانيت عشان اوصل له. انا دلوقتي ايه اللي بيتعبني نفسيا؟ قعدت ابص واكتب دي بتتعبني نفسيا مش هعملها تاني. انا مش هديك امثله لانك مش عايش نفس حياتي، ما اعرفش حياتك ماشيه ازاي، بس انا قلت لك الطريقه، الخطوات اللي انا عملتها. كتبت ايه اللي بيضايقني وبدات الغيه. والله بص، لما بدخل مع واحد في جدال ومش عارف نعمل ايه بتضايق واتعب نفسيا وما بفصل، تمام مش هعمل ده تاني، وهو واتدرب على الموضوع مش في يوم وليله. زي ما قلت لك في بدايه الفيديو، في حاجات في موضوع الاستمراريه ما ينفعش تعملها من اول يوم كلها لانك هترجع لها تاني. فعملت ايه؟ بقيت اجرب حاجه لحد ما استقر ان انا مش هعملها تاني، اخش على اللي بعدها. فانت اعمل كده، دور على الاستقرار النفسي. انا دلوقتي عايش في شركه، شغال، طالع عين امي مبهدلني. طيب ايه اللي تعبك نفسيا؟ 70 حاجه. اكتب ال70 حاجه وجرب حاجه تحاول تلغيها. في حاجات هتعرف تلغيها بايدك، حاجات انت ليك تحكم فيها، وفي حاجات مش هتعرف تعمل فيها حاجه لان التحكم فيها بايد حد تاني. ادعي ربنا بقى ان هو يفكه منك وتعرف ان انت تعيش الحته دي. على الاقل هتكون كسبت كام نقطه اللي انت تعرف تعملهم بايدك. بس انا هنا اديت لك بس المفتاح. اللي انا عملته اني بدات الغي حاجات، لقيت نفسي مستقر نفسيا. الاستقرار النفسي بيخلي كل حاجه بعد كده احسن. بتعرف تنتج، تعمل محتوى، تشتغل وانت رايق، تعرف تعمل حاجه جديده. 2025 يا شباب ما علمتنيش اكون احسن من غيري، ما علمتنيش اكون احسن من حد خالص، علمتني اكون احسن من نفسي في السنين اللي قبلها. وده اللي يهمني عشان اقدر اوفر وقتي وطاقتي ومجهودي واعرف اعمل حاجه، اعرف اكمل رسالتي في الحياه. يا رب يا جماعه النقط تكون عجبتكم، يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.